السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده باذن الله انا جبت شويه مشتريات كده ان شاء الله لشهر رمضان، قعدوا علينا باليمن والبركات وعلى الامه الاسلاميه كلها بالخير. زي ما احنا عارفين ان رمضان خلاص على الابواب، يعني لسه له 88 يوم بالظبط. وعلشان ما نتزنقش وكل الحاجة غالية زي ما احنا عارفين، والحاجة يوم ورا التاني بتزيد، فاحنا لازم نبقى عاملين حسابنا من بدري شوية ان احنا نجيب حاجات ونعينها، علشان لما يجي شهر رمضان بإذن الله يبقى بيتك مليان كله خير بإذن الله. فانا الصراحة كنت عاملة جمعية صغيرة كده، الجمعية دي بالاسبوع، كل اسبوع 100 جنيه. عايزة تدخلي ب50، في ناس بتخش ب50 وبتتقبض 1000 جنيه. فانت جمعي حبايبك كده 10 يكونوا حلوين، وكل واحد فيكم يدفع 100 جنيه، وتقبضي 1000 جنيه، وتنزلي تجيبي شوية مشتريات لشهر رمضان. لمدة الجمعية شهرين ونص، يعني تخلص قبل رمضان وتجدديها تاني، وتبقى حاجة معاكي وما تتزنقيش، ويبقى بيتك مليان كله خير من اوله لاخره. الفكرة بقى بتاعتنا اللي انا بقول لكم ان هي حكاية الجمعية. طيب لو انت مالكيش بقى حبايب، يبقى هقولك على فكرة برضو تانية هنزلها لك في فيديو، ان احنا نحوش كده ان شاء الله ونلحق نفسنا بدري بدري قبل رمضان، علشان برضو يبقى عندك الخير كله في بيتك. انا بقى قبضت الجمعيه ونزلت اشتريت شويه حاجات، وجبت كرتونه حلوه كده، وقلت ان شاء الله الحاجات ديت انا مش هستخدمها، انا جايباها كلها ان شاء الله لشهر رمضان، لان انا بجيب حاجاتي بالاسبوع، فانا عندي الالتزامات بتاعت بيتي. تمام. اول حاجه جبتها، رحت جبت من عند المحل العجواني ده رز. الرز عنده ب30، وعنده رز كان عامل عليه عرض ب25. ده عايزه اقول لكم ان الرز ده ما بيقعدش خالص، الاقبال عليه شديد جدا. فانا جبت 5 كيلو رز، الكيلو كان من اللي عليه العرض ده ب25 جنيه، واللي موجود متوفر عنده اللي هو متغلف ب30 جنيه. شكرا تاخديها على بعضها كده. بس انا جبت من السايب اللي عليه عرض. الصراحة الرزاية بتاعته كانت حلوة وعريضة وجميلة، كان عامل 25 جنيه. ده اول حاجة جبتها، 5 كيلو رز. تمام. وجبت برضو كمان، قلت اما اجيب 2 كيلو بصل الحق وقبل ما يغلى. انا جايباه النهاردة، احنا النهاردة 12/12/2023، كان كيلو البصل عامل 40 جنيه، وكان برضو ب35 جنيه، بس انا شاريه النهاردة ب40 جنيه. جبت 2 كيلو، والبصل ده هنضفه وهقوم مقطعاه في الكبة، وهقوم مكيساه وحطاه في الفريزر، مش هستخدمه نهائي. انا جايبه البصل ده لاستخدامي في شهر رمضان الكريم، لكن البصل اللي انا بستخدمه عندي هو هنا في البيت، ده في مكان وده في مكان. تمام. يبقى دول 2 كيلو بصل، دولت هقشرهم وهنعملهم في الكبة لاستعمالي في شهر رمضان بإذن الله. وجبت كمان نص كيلو ملوخية ناشفة. الملوخية دي جميلة جدا، ملوخية خضراء، عايزة اوريها لك اهيت، جميلة. انا بجيبها كل سنة، بتقعد عندي من السنة للسنة، زي ما احنا شايفين خضراء وحلوة قوي وريحتها جميلة جدا. النص كيلو كان عامل 55 جنيه، الكيلو كان عامل 110. برضو ديت مش هستخدمها، انا عندي اللي انا بستخدمها، بس ديت انا عاملاها لاستخدام شهر رمضان. وكمان انا بجمع بقالي حبه كده وش اللبن. اللبن لما بجيبه ما بقومش اشطه وشه على طول، لا انا بسيبه يبات في التلاجة لتاني يوم او تالت يوم، واقوم مجمعه الوش بتاعه كله. ما شاء الله بيطلع عندي زي القشطه، فبجمعه كده وبحطه في الفريزر. وبعد كده قبل رمضان بيومين بقوم مسيحاه، وهنبقى نشوف طريقه تسييحه ان انا اعمله سمنه بلدي ازاي. يبقى ده كده وش اللبن برضو اللي انا هسيحه عشان استخدمه في رمضان باذن الله، عشان اعمل منه سمنه بلدي. وكمان جبت برضو تمن فلفل. التمن الفلفل ده كان عامل 26-62 قرش. الفلفل ده نوع كويس جدا، انا ما جبتهوش مطحون ولا حاجه، انا جايباه حبيبات وبعينه في التلاجة لغاية ما يجي ان شاء الله شهر رمضان، اطلع حبة بحبة اطحنهم باذن الله. وكمان جبت برضو تمن كمون، كان عامل
30 24 قرش. برضو نفس الحكاية، هيتعان في التلاجة، وهطلع شوية شوية استخدمهم اطحنهم لغاية ما يخلصهم، اطلع الباقي يفضل عندك كأنه طازة بالظبط. وجبت كمان ازازة الزيت ديت، زي ما انتوا عارفين الماركة ديت انا بجيبها على طول، ماركة كادو. الازازة ديت 800 جرام اهيت ب40 جنيه، دي من المجمعات الاستهلاكية. انا جبت واحدة بس كده عينها لشهر رمضان، وطبعا هجيب عليها تاني، بس ده يعني كان ايه وسط الحاجات. تمام. وكمان برضو جبت حبهان. الحبهان الكيلو عامل 1000 جنيه، فما شاء الله سعره عالي جدا. انا جبت الشوية دولت كانوا عاملين 20 جنيه، دول برضو على قد الاستخدام بتاعي في شهر رمضان، لكن اللي انا عندي الاستخدام الشخصي بتاعي. وجبت برضو كيس خلطة البرجر، ده كان عامل الكيس 9 جنيه 10 جنيه مش فاكرة الصراحة. وجبت كمان ب5 جنيه بهارات كفتة، كانوا شوية دولت عاملين 5 جنيه. وجبت كمان ربع كيلو عدس، مش عشان احنا في شهر رمضان مش هناكل عدس، لا برضو اكيد هناكل عدس، واكيد برضو هناكل اكلات شعبية، لان زي ما احنا عارفين ان العيشة بقت غالية جدا، فمش 30 يوم هنقضيهم لحمة وكبدة وفراخ وسمك وكده، اكيد برضو فيها اكلات هيبقى شعبية وكده. جبت ربع كيلو عدس، الربع كيلو كان عامل 12 جنيه ونص. وجبت كمان نص كيلو شعرية. الشعرية ديت سايبة النص كيلو ب10 جنيه برضو. كل الحاجات اللي انا بوريها لكم ديت انا سايباها لشهر رمضان ان شاء الله، وجايبه كرتونه كده هجمع فيها كل المشتريات بتاعتي ديت، وهعينها في كرتونه برضو. كل ما هوفر فلوس معايا انا برضو هنزل اجيب بيها خزين شهر رمضان ان شاء الله. ده بقى مش لشهر رمضان، انا كنت في السوبر ماركت وجبت شويه شوكولاته كده زي ما احنا شايفين لبنوتي. شويه البسكوت بالشوكولاته دولت كانوا عاملين 20 جنيه. وجبت كمان باكو شاي العروسه، ماهوش الصغير بقى اللي هو الوسط ده كان عامل 20 جنيه. هو مكتوب عليه 23 بس محل الجمله بيبيعوا ب20 جنيه، ده 20 جنيه. وجبت كمان ب5 جنيه قرنفل. القرنفل ده كان جاي حصى وانا طحنته وهعينه كده معاه علشان اما اجي استخدمه يكون جاهز معايا. وكمان جبت مش فاكرة الصراحة شوية جوز الهند دولت كان سعرهم كام، تقريبا 10 جنيه. انا جبت الشوية دولت وقلت برضو يعني مرة تانية ابقى اجيب كمان كيس عليهم عشان برضو يبقى عندي كمية حلوة. وجبت كمان 2 باكو كريم جانتيه دريم. الماركة دي جميلة جدا وبتطلع لك الكريمة صح الصح متماسكة، ماهيش سايلة ولا اي حاجة. الباكو كان عامل 18 جنيه، انا جبت 2 زي ما احنا شايفين كده. جبت الاتنين دولت برضو لشهر رمضان ان شاء الله، علشان لو كنافة بالكريمة، قطايف محشية كريمة، بسبوسة برضو عليها كريمة، برضو بتشتغل معانا في حاجات كتيرة في شهر رمضان. وجبت كمان فانيليا، جبت 2. صراحة انا مش عارفة بقى سعر الفانيليا كام. وجبت كمان كيس كيك شيف دريم. وكمان جبت فشار. الفشار كان عامل 10 جنيه و40 قرش، برضو علشان بعد الفطار كده يتسلوا في شوية فشار. وجبت نشا، شوية النشا دول كانوا عاملين 5 جنيه، مش عارفة وزنهم الصراحة قد ايه، بس هم حبة حلوين، وبرضو ان شاء الله هجيب عليهم كمان. وجبت كمان سمنة سايبة، كان النص كيلو عامل 42 جنيه، 42 جنيه تقريبا وفكة 42 67 قرش. ده نص كيلو سمنة سايبة، سعر الكيلو عامل 85 جنيه.
وكمان جبت برضو نسكافيه، جبت 5، الواحد عامل 5 جنيه. برضو انا هعينهم، برضو مش هستخدمهم، انا عندي اللي انا بشربه. وجبت برضو 2 كيلو دقيق. اداني الصراحة ماركتين، انا قلت عايزة دقيق حلو يكون في الحلويات وكده، فاداني واحد النوع ده واداني واحد النوع ده، لان ما كانش متوفر الاتنين نوع واحد، كان ده اخر واحد وجاب لي النوع التاني ده. قلت له طيب ماشي. كان سعر الواحد عامل 20 جنيه. وبكده دي المشتريات اللي انا هخزنها ان شاء الله لشهر رمضان الكريم. وهنجيب بقى كرتونة كده معاكم، وزي ما احنا شايفين الكرتونة دي كلها انا هحط فيها الخزين بتاعي علشان اعينه لشهر رمضان باذن الله. وزي ما احنا شايفين كده انا جمعت كل المشتريات بتاعه رمضان في كرتونه كده، وان شاء الله كل ما يتوفر معايا فلوس برضو اجيب واحط في الكرتونه. هيجي ان شاء الله شهر رمضان هيبقى البيت كله مليان كله خير. فدي فكره حبيت اقول لكم عليها وتنفذوها، ويا رب تكون الفكره عجبتكم. واتمنى من كل قلبي ان انتوا تدعموني يا كل حبايبي. ما تنسوش اللايك والشير وكومنت حلو. باي باي.